والله العظيم وقفت على جنب على الدائري عشان اعمل الفيديو ده من كتر ما الموضوع واكل دماغي. انا كنت عامله ستوري من كام يوم وقلت مش هعمله ريل عشان ما حدش يقول بيزايد وعامل لنا فيها، بس انا عايز اتكلم في الموضوع ده. يا جماعه احنا وبالذات المصريين كل واحد فينا عنده تحت سريره بطانيتين سبير. انا مش قادر افهم بتشيلوا بطاطين سبير ليه؟ هل البطانيات بتبوظ؟ لا. هتقول لي عشان لما اغسلها استعمل الثانيه، كلام فاضي. يعني في ناس مش لاقيه تاكل في الشارع بتنام في عز البرد ده متكتكه. البطانيه والله ما هتدفن بيها، وانت بتقول ايه؟ ما حدش ضامن الظروف، ممكن البطانيه اللي عندي تتقطع، ما انت ممكن تموت. جس وات هناك بقى يقول لك انت مت، ها فين بطاطينك؟ فانا عارف ان انت مش مجبر، انا مش بقول ان هو حاجه اوبليجاتوري ولازم تعملها، بس لما تمشي في الشارع وتلاقي ناس متكتكه في درجه حراره 10 في الشارع وانت عندك بطانيتين تحت سريرك، طلعهم. فكره ان انا اشيلها للظروف، انا فاهم ان الظروف صعبه وكل حاجه، بس الاولويات بقى، فاهم؟ خليك انسان الاولويات. لما تلاقي حد بيتكتك وبردان، حرام البطانيه اللي تحت سريرك، صح؟ ملهاش لازمه، طلعها. ويا سيدي لو بطانيتك باظت، وده مش هيحصل، ولو حصل يبقى هات واحده ثانيه. انا عارف ان هي غاليه، بس انا بقول لك بطانيتك مش هتبوظ والله. يعني لما تبقى عيله مصريه كل فرد عنده بطانيتين تحت سريره شايلهم احتياطي من بتوع جدوده، ما هو الجد بيموت بياخدوا بطاطين يحطوها تحت السرير، طلعوها لله يا جماعه. طلع يعني لما جدك لا قدر الله يموت، خد بطاطين وطلعها لله. لما تاخدهاش، ثلاث ارباع مصر كلها عندها بطاطين جدودها تحت السرير. طب سيبوا بطانيه سبير في البيت وطلعوا الباقي. ما عندنا هوس فتش بطاطين، بنموت في البطاطين ما بنطلعهاش. فارجوك لو عندك اي بطانيه زياده، اي حاجه زياده، يعني البيت يكفيه بطانيه زياده لكل الافراد. ليه؟ لان مش كلكم هتسنكوا مع بعض ان بطاطيننا تبوظ في نفس الوقت، ومش كلكم هتعملوا على نفسكم بالليل، صح؟ فخلوا بطانيه زياده، والخمسه سته بقى بتوع جدودنا وام جدي وخالد جدي، ودي اصلها بتدفي اكتر، اتدفى بيها وطلع الثانيه ارجوك. تاني حاجه عايز اتكلم فيها، طبعا احنا شايفين الوضع مدهول ب60 نيله والدنيا صعبه وكل حاجه، فارجوك لما حد يقصدك اديله على طول. بلاش بقى نقعد نكارك في 10 جنيه و20 جنيه. وبما اني هنزل برده الفيديو ده على الفيسبوك، فما اعرفش ليه في الفيسبوك بس بتجيلي كومنتات من بتاع، طبعا ما انت مش حاسس بقيمه الجنيه، وبيقولوا جنيه. الناس دي اللي بتقعد تتكلم بالطريقه دي بتقول جنيه، اصلا انت مش حاسس بقيمه الجنيه، وانت مش عارف وال5 جنيه بالنسبه لك ما تمثلكش حاجه عشان انت مش عارف ايه، لكن احنا ال5 جنيه بنبقى شعيه. انت بعد الهرجله دي كلها بتروح تشرب بيها سجاير، فما تعيش عليها. انا كنت مهندس في وسط عمال وشفت كل الطبقات من اول الكلاينت للعامل، كله ال5 جنيه ما بتفرقلوش، حتى لو بيتعب فيها بيشقى فيها ما بتفرقلوش. فلما يبقى لك باقي بتاع دليفري جاي لك بالليل وانت عايز تاكل بيتزايه بالليل، الدنيا ساقعه قوي، انت هتاكلها وتتدفى وتنام، هو جالك في البرد رايح راجع. انا فاهم ان ده شغله وان انت غير مجبر، بس تعالوا ما نكاركش مع بعض، ما نهلكش في 10 و20. يعني لو دفعت 50 وحسابك 30، سيب ال20 والله ربنا هيبدلك عنها يا سيدي. انا عارف ان اللي انا بقوله ده ميتافيزيكس بالنسبه لناس كتير وهتشتم، وطبعا ما انت مش حاسس بحاجه، ده انت لابس بلوفر مع انا فاهم ان هتيجي الكومنتات دي، ولكن فكر فيها معايا يا صديقي، هتلاقي ان الموضوع صدقني ابسط من كده، وهتلاقي ان انت في الاخر ممكن تقعد على قهوه تدفع 100 جنيه وانت بتلعب بلاي ستيشن عادي، لكن لما يفيد 10 جنيه بتقعد تكارك مع الراجل وتتخانق معاه عشان تاخدها. سيبها له والله. كل اسبوع هتلاقي ان انت اللي ضاع منك قاعده بس عند ربنا اعلى وعند الناس اعلى، وانت بينك وبين نفسك. والله يا جماعه اكتشفت ان الصدقه دي بتخليك انت بينك وبين نفسك ماشي مبتسم، انا مبسوط من نفسي. السيلف ساتسفاكشن ده احنا محتاجينه الفتره دي، فده موضوع مهم جدا. ثالث حاجه هتكلم فيها قد اوصاها كمان ريل لوحدها، انا مش فاهم ايه فكره معركه الانسان مع الحيوان. يعني احنا طول عمرنا في معركه بين الرجل والمراه، بين الغني والفقير، فجاه دلوقتي بقى في معركه بين الانسان والحيوان. اي حد بيدعو اننا نرحم الحيوان وناكل الحيوان وندفي الحيوان ونربي الحيوان يخشوا عليه بقى عارف باك فليب، انت على الانسان اولى انا اروح اكل، انا هرخم. ده في واحده بتحكي لي ان مره واحده رخمت عليها في مصلحه ما، يعني عشان شافتها بره بتاكل قطط، قالت لها اكلي بني ادمين اولى، وقعدت تنزل عليها. مش عارف ايه هوس الانسان بالحيوان ليه الانسان حاطط نقره من نقر قطط وكلاب الشارع اليومين دول. فجاه بقت موجات ان الناس بتسممهم وناس بتتخانق مع الناس اللي بتاكلهم. يا اخي يعني واحد نازل معاه بواقي اكل بياكلها للكلاب بدل ما يرميها في الزباله، تتخانق معاه ليه؟ ده انت جبله، ده انت طينه. فانا مش عارف ليه في هوس بين الانسان والحيوان وعداء بدا ينمو بشكل كبير جدا. واصل كلاب الشارع كترت، اصل ما البني ادمين كتروا. لو تفكر فيها دي اصلا ارضهم وانت جيت بنيت عليها. مش عايز اعمل فيها بقى امينه خليل وناشط حقوقي والمشاعر المرهفه بتاعت الممثلين دي، بس انا بقول لك بلاش معركه الانسان والحيوان ارجوك. خليك حلو والله. انت بينك وبين نفسك لما تلاقي حاجه خير انت بتعمله، لما تشوف كلاب ملمومه على طبق ميه انت حاطه، انت سيبك يولع الكلب، انت هتنبسط. فارجوك العداء القائم بين الانسان والحيوان اليومين دول ملوش لازمه في الشتاء. الدنيا برد،
عندك حاجه زي، مش هقول بطانيه، عندك اي حاجه، اقول لك حاجه، كف اذاك عنهم بس، ما تضايقهمش. لما تلاقي حد بيزقلهم بالطوب هزقه، امسح بكرامه اهله الارض. لما نلاقي حد بياكل كلاب وحد بيتخانق معاه، اقف مع اللي بياكل الكلاب، قول ده بيعمل خير. الساكت عن الحق شيطان اخرس. ما تبقاش شيطان واخرس، تخيل تبقى شيطان واخرس، تخيل. فارجوكم العداء بين الانسان والحيوان يهدى في البرد، لان دلوقتي كمان موسم كلاب الشارع بتتكاثر. انا عارف ان الكلاب عامله لكم ازمه في دماغكم، وليه الكلاب تكتر في منطقتنا، ودي بيتهم زي ما هو بيتك. فكر فيها، ده كائن حي، ده كائن انت بتعامله كانه طوبه، ده كائن حي، هو عايش هنا، وانت جيت حفرت بنيت، فانتوا بقيتوا شركاء في المكان. حتى لو هو كلب ملوش مخ، انت شريكه. ما تعصبنيش. 3 مواضيع دول انا وقفت على جنب قبل ما اروح الحلاق عشان اقولهم، والنبي علشان خاطري يا صديقي، بالذات اللي على الفيسبوك، ما تشتمنيش النهارده. انا مش عايز اتشتم النهارده عشان اتكلمت في حاجات كده. ارجوك خليك حلو، بالذات بتاع الفيسبوك. ما اعرفش الفيسبوك ليه بقى فيه كومنتات غريبه عجيبه من اسماء غريبه عجيبه. حد واحده بقى يبقى اسمها ايه، ملكه روحي، مامة حبيبه وآية، ام محمد، حبيبه بابا. انتوا اساميكم غريبه، فما تخلينيش ابدا باب التنمر عليك ارجوك.